انا كنت حرفيا مخي مسكر خالصين. انا قرفت حالي يا جماعه. مناسبة تعالوا احكي لكم كيف حضرت المباراة وانا بالمدرسة. طبعا كان عندنا حصة، باقي 3 ايام ليخلص الامتحان، باقي يومين وبيخلص الامتحان. خلصنا امتحان واخيرا خلصت. خليني احكي لكم ابرز قصص شخص سوري في كأس العالم. بالبداية أنا شخص حمدوني بحسب المصطلح اللي بيطلقوه علينا مجتمعنا ورفقاتي. طبعا فيني حمدوني، الشخص الحمدوني اللي هو بحب رونالدو وبشجع رونالدو وين ما راح. فشجعت البرتغال، وطبعا البرازيل كانت عندنا موضة بسوريا. ليش أنا ما كنت بعرف؟ المهم كانوا كل رفقاتي برازيليين، فقلت يلا بنشجع معهم البرازيل كفريق ثاني. وبشكل عام بما اني مدريدي فانا اكيد راح اشجع لاعبين ريال مدريد وافرح لهم من كل القلب. وهذا الشيء طبعا تلمسوه بحساباتي الشخصيه وبالاخص على الانستغرام. بالمناسبه حسابي تحت بالوصف. المهم طبعا اول شيء كان الافتتاح بصاله اكس 4. يعني على اساس ما راح تقولوا انه هي صالتكم. لك يا اخي شبك من بدايه الفيديو معصب علي، روق. وبلش المونديال، وبلش فيه اول مونديال حقيقي انا بتابعه. طيب ما راح نقول مونديال 2014 بس 2018 ما تابعته مثل الخلق؟ لك ايه كنا نشوفه بس الله وكيلك يا زلمه. مباريات نشوفها 10 لا. واساسا انا من يومين اللي عرفت انه فرنسا ياخذ المونديال. اسكت يا زلمه. وبعد حفل الافتتاح تمت المباراة الاولى وكلنا بنعرف شو صار لعنا بقطر. هنا يا بابا على الصورة فالنسيا في الكورة، يتقدم فالنسيا والهدف الاول في المونديال. دقيقة خذوا لكم لمحة عن جو كأس العالم بما انه كان بالشتوية. اوكي، بالفترة الأولى طبعا عرفنا حالنا وعرفنا الدراسة مع حالنا لأنه كان باليوم يعني 4 مباريات. يعني كيف بدي لحق أدرس وأنا عندي 4 مباريات باليوم؟ طبعا حبيبكم كان حاط بباله إنه يشوف 50 مباراة من أصل 64. هش كل هاد؟ لكن معقول يصير تحليلي ونقاش رياضي بالمدرسة أنا أكون هندي مثلا؟ وهيك والله لحتى خلص دور المجموعات وتأهلوا الكبار اللي هن البرتغال والبرازيل اللي نحن بنشجعهم. طبعا كان عندي كم رفيق ألمانيين وما بحكي لكم شقد هرجنا عليهم وتمسخرنا عليهم. لا ولكن شو عملوا فيكم بعد ما طلعتوا؟ لك طول بالك هسه ما حكيت لك شيء وخاص نص انه ابو شبر ونص اخذ كأس العالم. وانا كثير مبسوط له. فما بالك انه لعبة البرتغال وسويسرا بدور 16 وفزنا بالستة ورونالدو ما مسجل ولا جول. والله العظيم لانه طبلوا علي تطبيل. انا قرفت حالي يا جماعة. طبعا ما حبيب قلبك منتهي من زمان. لك يا اخي كول هوا، انت كول هوا. صحيح نسيتوا اللي خسارتكم من السعودية يا غالي؟ بهالمناسبة تعالوا احكي لكم كيف حضرت المباراة وانا بالمدرسة. طبعا كان عندنا حصة ما يكون في حدا من الاساتذة عم يشوف الفيديو. المهم اذا قلنا تانجل اكس خلاص اكيد روح. تانجل اكس قلت لي الجيم كثير مفيد يا اخي، روحوا على الجيم. خلاص هالمرة اكيد راحوا. طيب والمهم كان عندنا حصة ديانة بكرة عاد. يأتيكم في هذه النشرة خبر صادم: إقالة أنست الديانة من مدرسة المتفوقين. بعد الشر ولو فرجعنا لكم كلياتنا انا ورفقاتي على الدرج الاخير وعاملين فيها هنود على اساس فاتحين سيره وقاعدين عم نتناقش يعني. وطبعا نحن كنا حاطين المباراة على موبايل رفيقي. بعد ما اكلنا 3 جوال تسلل هون بتنتفض السعودية وبتسجل جول وكنا رح ننفض انا وكل رفقاتي برا المدرسة. ده انت مسخرة. شو صار؟ لأن أنا بعقد مثل الطبل جول. ملاقي له غير كل أمة الله الصف كله واللي برا واللي جوا كله عم يطلع علي. بس ألف الحمد والشكر إلك يا رب إنه رن الجرس بنفس الوقت اللي أنا عم احتفل فيه، رن الجرس انصراف على البيت. طبعا تزامنا مع قراية رفقاتي لآية الكرسي 3-4 مرات عم قلكم الله وكيلكم لولا هيك كنا رحنا فيها معلم. ما أنتو هيك بعد هالفيديو رايحين فيها حبيبي والله ربي يسعدك. وبعد هيك طلعت البرازيل ورفقاتي جحشوا. اي نعم جحشوا، اسف على هالكلمة بس حرفيا اني جحشوا. فما كان الوقت مناسب اني احتفل علينا وهرج. والله فرجيني وجهك. لا مبين مو محتفل خالص. لا يا زلمة هي الضربة هي من جماهير الارجنتين مو من جماهير البرازيل. وبعد منا طلعت البرتغال للاسف الشديد امام المغرب العظيم. بس انا حمدوني للعظمة بصراحة وهذا اخر مونديال للضلع.
طبعا كان ادائنا كتير سيء بالمجمل، وحاط انا عم اتفرج على المباراة وكنت كتير معصب. طبعا كنت عم احضرها مع رفقاتي، فانا كنت حرفيا مخي مسكر خالصين. فناكل جول ولاقي لكم كل الكافيتيريا تحتفل جول ومدري شو. انا شو بكون؟ طبعا بعد ما خلصت المباراة شو صار؟ انا ما كنت صاحي، بس عهو ما حكوا لي رفقاتي. طبعا كان معي رفقاتي بنات، فانا الشيء اللي طلعته هو ربع الشيء اللي كنت بدي اطلعه اذا مو اقل. يعني مثلا هاردريك للبرتغال، الله يكسر جرياتكم. مبروك للمغرب، الله لا يوفقكم. وهيك بالاخير بتكون خلصت رحلتنا بالمونديال للاسف الشديد، على امل انه يلعب رونالدو المونديال الجاي ان شاء الله كمدرب. ولا حرف. طبعا بالنهائي كنت عم شجع فرنسا كرمال عيون كامافينجا وتشاوميني، على اساس مو مشان ما يقولوا انه ميسي احسن من رونالدو. واخيرا مبروك لليو، ومبروك للمغرب العظيم، ومبروك لقطر على هذا التنظيم الرائع. وبس بشوفكم بالفيديو الجاي، سلام. يلا يا وحش يلا يا وحش يلا. إذا فوتوا هيفز، إذا فوتوا هيفز.